يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا، صباح السعادة على عيون أحلى متابعين، صباح التكتكة والتلج والمطر وكل حاجة كده حلوة في الدنيا على عيون اخواتي وعلى عيون أصحابي وعلى عيون أجمل متابعين في الدنيا. طبعا بغض النظر عن اللي أنا بعمله ده في الجو والشتاء القارس اللي احنا يعني تحسوا ان هي هبة جو كده. حد فتح الفريزر، باب فريزر مفتوح علينا، بس طبعًا غصبٍ عني عشان عندهم مهام أدائية، فلازم إن أنا أصحّيهم ولازم يروحوا ولازم ما يغيبوش كتير عشان نسبة الغياب، فبجد بيبقوا صعبانين عليَّ جدًا، 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 جدًا. أنا بابقى قايمة علشان أصحّيهم، ما بابقاش أساسًا قادرة إن أنا أقوم، يعني باقول كمان 10 دقايق، حتى ساعات أيام كده باعمل المنبه غفوة 10 دقايق مرتين 3، يعني ما باصحّيهمش 6 كل يوم. لأ، ده أنا باخد على بال ما أقوم من على السرير حوالي 6:30، بس يعني ربنا يحميهم يا رب ويبارك لنا فيهم اللهم آمين. طبعًا الجو يعني فظيع، فظيع. عاوزة أقول لكم إن أنا كنت باعمل كده الساندوتشات وعلى أساس إن ريماس كانت رايحة، بس أنا حاولت إن أنا أصحّي أحمد، فقال: "يا ماما أنا مش رايح النهارده، يا ماما مش رايح النهارده." بس بعد كده ضغطنا عليه وقُلنا له: "ممكن يكون عندكم امتحانات النهارده." لإن هو في سَنة تانية، فما بيبقاش عليهم امتحانات كل يوم. فأهم حاجة تعالي بس هنا خدتكم في دوكة أنا ودخلت في الفيديو على طول. لو لسه أول مرة بتشوفيني يا قلب أختك، أنا ريهام أحمد، دي قناتي. يا ريت تشتركي كده بقى في القناة وتزودي عيلتي البسيطة دي، أخت وصاحبة وصديقة وكل حاجة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم وتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي ده شرف ليا على راسي من فوق، منوريني كده ومشرفيني. فيلا انزلوا اشتركوا في القناة، لايكاتكم الحلوة بقى. عاوزة تعليقات حلوة كده زي اللي بتكتبوها لي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي اللهم امين. كنت خلاص جهزت اللانش بوكس بعد ما خلصت الرماس، اما اكتشفت بقى ان احمد خلاص صحي وريماس صحاته وكده، فعملت لاحمد يعني اللانش بوكس نفس اللانش بوكس بتاع ريماس، بديهم مثلا ساندوتش لانشون، واحد جبنه، وبملي لها الازازه او البوتل زي ما انتوا شايفين كده، وبس تمام كده. مثلا لو في خيار بقطعه لهم، لو ما فيش خلاص تمام. وهنا بقى كنت خلاص خلصت اللانش بوكسات، ظبطتها لهم بقى وجهزت لهم الشنط بتاعتهم، وكانوا خلاص صحيوا وفاقوا ولبسوا. انا بحبهم ان هم يبقوا ماشيين مدرستهم فايقين، والمفروض ان ميعاد الطابور بتاعهم 7:10، فالمدرسة يعتبر على باب الشارع بتاعنا، يعني هو شارع بسيط كده اللي بيمشوه، فبسيبهم بقى يفوقوا براحتهم يصحوا، يتحركوا في الشقة شوية كده، على بال ما يفوقوا خالص، وبعدين يتحركوا بقى يروح مدرستهم. هنا كان خلاص بقى احمد جهز وريماس كمان كانت جهزت، هتلبس بقى الشوز بتاعها كده ويتحركوا خلاص على المدرسة ويبدأ يومنا. عاوزة اقول لكم ان يعني اليوم بيبقى صعب جدا انك تتحركي كده في اليوم البارد. هل انتم بقى وديتم ولادكم المدرسة في الجو ده ولا لا؟ انا ما كنتش عاوزة اوديهم، بس علشان الامتحانات وكده، والواحد بيقول عشان ما يقعدوش كتير ويتعودوا ان خلاص يعني حتى لو برد مش برد، لازم يعني دي حاجة لازم ان هما يعملوها. وكمان السنة اللي فاتت يعتبر ما راحوش المدرسة كتير، فالسنة دي بقى عاوزين نخليهم كده يتعودوا على المدرسة. هو بس اليومين دول الجو ساقع، بس معلش ربنا معاهم. كان خلاص بقى اتحركوا راحوا مدرستهم، قلت افتح بقى الشبابيك كده وهوي الدنيا شوية مهما كان الجو ساقع بره، بس انا بحب ان انا اغير الجو بتاع الشقة، محبش ان هي تبقى مكتومة. طبعا الدور الارضي بيبقى مكتوم زي ما احنا كنا عارفين، زي ما كلنا قصدي عارفين، بيبقى مثلا وارد ان يبقى فيه نشع، وارد ان يبقى فيه مثلا حاجات كتير. طبعا انتوا عارفين في في الدور الارضي لو سبتها ان هي مقفولة كده علشان الجو برد وكده، فده هيأثر على الشقة تأثير يعني عكسي او سلبي. إيه عفوا. فدلوقتي عملت بقى، فتحت الشباك وحطيت بقى المفرش ده بنستغطى بيه واحنا قاعدين كده عشان الجو بيبقى برد بالليل، وقعدتنا كلها بتبقى في الصالة مش بندخل الأوضة دلوقتي. حتى الشاشة اللي هي في الأوضة لسه ما شغلتهاش، الشاشة الصغيرة اللي أنا كنت نقلاها أساسا من الصالة، فأنا لسه ما شغلتهاش في الأوضة، فأنا مستنية بس إن احنا نشغلها في الأوضة، وهتبقى القعدة في الصالة هتبقى خفاف، يعني هنبقى مثلا قاعدين على السرير. بس انا مستنيه بس لما الجو يسقع شويه، لان الجو اليومين اللي فاتوا كان حلو، الجو ما كانش برد ولا حاجه، لا ده الجو برد.
اليومين دول، يعني اليومين دول تحسوا ان كده مش عارفة باب تلاجة انفتح علينا. فدلوقتي بقى جبت ايه، نفضت الاول، شلت كل حاجة من الصالة، وبعد كده نفضت الركنة وهشيل بقى الفرشة من عليها، وشفطت الركنة بقى بحيث ان ايه اي حاجة مكان قعدتنا بقى، ناكل لب سوداني، فالحاجات حمص. دي كلها بتبقى فيها شور بقى وبتطير مننا. وانتوا عارفين الولاد بقى بيبهدلوا، ما بيقعدوش مكانهم كده ويتبطوا مكانهم ويقعدوا ياكلوا الحاجة، لا ده بيبقوا بيونوا كده في قلب الشقة لحد لما ايه يملوا لك الدنيا. ربنا يبارك لنا فيهم، اللهم امين. ويبارك لكم في ولادكم يا رب، ويرزقكم كل مشتاق بالذرية الصالحة كده، ويطعمكم ما يحرمكم، اللهم امين كده، ويجعل لكم من جبر الخواطر نصيب يا رب كده، ويفرح قلوبكم ويجازيكم كل خير. يلا يا قلب اختك، لو لسه محطتيش اللايك بستنى لايكاتكم وتعليقاتكم برضو على جميع التعليقات من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم وتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي على راسي من فوق، انت شرف ليا انكم تبقوا موجودين في حياتي. فيلا لو لسه مشتركتيش انزلي اشتركي بقى وزودي عيلتي البسيطة دي، وخلينا كده نبقوا عيلة حلوة كده مع بعض، ونكبر مع بعض طول ما انتوا واقفين جنبي وسند ليا بعد ربنا. فان شاء الله عيلتي هتكبر بيكم وقناتي هتكبر بيكم، فربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. نفضت الدنيا بقى، شفطت الركنة كلها من اولها لاخرها، ظبطت دنيتي كده بحيث ان ايه الجو ده عاوز روقان كده، عاوز الدنيا تبقى هادية كده حواليكي، مشروبك المفضل بقى تقعدي بيه كده لحظة استجمام كده، الدنيا متقفلة مستغطية ببطانيتك، حلة المحشي كده هتضربيها، مش عاوز اكتر من كده، او حلة العدس، ما هو عدس يا محشي. في الجو ده مش عاوز اكتر من كده. هتقولي لي بقى روتين وشيل وحط واوامان وفرهضة، لا احنا كستات الجو ده بالنسبة لنا ان احنا نبقى قاعدين ويعني ايه مستغطيين ببطانيتنا ومشروبنا الساخن. حتى جوزي امبارح بيقول لي يا بنتي انتي على طول عصاير، فين المشروبات السخنة بتاعة الشتاء؟ حسسينا بقى ان احنا بقينا في الشتاء. فبقوله انا ما بحبش ان انا اشرب مشروبات سخنه، يقول لي احنا بنحب، انتي شتاء عصير ازاي يعني؟ ما يركبوش مع بعض. انا من الناس اللي ما بحبش المشروبات السخنه، انا ما بحبش السحلب، الكابتشينو بحبها، انا بشربها وكل حاجه، لكن بحبها باللبن. فعلشان ان انا اجيب لبن واجيب المشروب ده اشتريه هيبقى مكلف عليا، فانا بستسهل بقى، بقوم مطلعه اي حاجه من الفريزر عاملاها عصير ونشرب بقى واحنا قاعدين وخلاص، ست موفرة بقى. فعلشان ان انا اجيب كيس لبن بقى، اللبن غلي وكتكلفة بقى المشروب السخن ده فبيدخل في تكلفة بالنسبة لي، فانا بستسهل. كده كنت خلاص شفطت بقى الارضية وظبطت الدنيا كده وعاوزة اقول لكم ان الوقت ده بعد ما بخلص كده واحط بقى المبخرة شوية البخور وابخر. على فكرة الروتين ده انا ما عملتوش بعد ما الولاد مشيوا على طول، لا ده انا دخلت نمت وبعدين صحيت قمت عملت الروتين ده، يعني حوالي الروتين ده بالظبط معمول مثلا الساعة 10:30 انا كنت بادئة فيه. حاجات بسيطة كده تسهل علينا يومنا، بحيث ان ما نسيبش الدنيا متبهدلة حوالينا. آه في حاجات كده يومية لازم ان هي تتعمل. اي حاجة بقى قدامنا كده، لو هنمشي حتى هنجيب كيس فاضي، شنطة فاضية كده، ونلف نون كده في الشقة. اي كيس بقى، اي ورقة، اي حاجة نشيلها كده، هتلاحظي في فرق معاكي في يومك، بيسهل عليكي بعد كده ما تيجي تعملي روتين، تلاقي الروتين سهل، انت ما فيش حاجة اساسا انك تعمليها. فحاولوا تبسطوا الدنيا على نفسكم، حاولوا تسهلوا الدنيا على نفسكم. الروتين بتاعي النهارده كان خفيف جدا والفيديو كان خفيف، حبيت ان انا انزل فيديو معاكم النهارده بحيث ان انا مبعدش عنكم او القناه تقع مني. طبعا انتوا بتكتبوا لي تعليقات على طول يا ريهام نزلي باستمرار، القناه تقع بس غصب عني والله العظيم. انا كنت بقول لكم ان انا كنت واخده دور برد، يعني دور البرد ده قعد معايا 3 ايام بالظبط، انا كنت نايمه في السرير، تكسير بقى في الجسم بقى ومفيش حاجه عامله نتيجه خالص، غير ان انا عملت ايه، جبت الحقنتين اللي بيتحطوا على بعض واخدتهم، مع ان في ناس كتير بتقول غلط ومش غلط، بس هعمل ايه، قلت يلا مش مشكلة وبس كده. كان يومي خلص وروتيني خلص، استنيت الولاد بقى يجوا من المدرسة قبل ما كنت عملت الاكل وكده، نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني بقى في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله.